السلام عليكم ورحمه الله. واحد القصه غريبه. واحد السيده مزوجه كيسولوا عليها والديها وخوتها ما تتجاوبش في التليفون. مشاو عندها لدارها قال لهم راجلها طلقات ومشات في حالتها، سيروا بحالاتكم. ما دخلتش ليهم للراس. مشاو لعند البوليس، السلام عليكم. وعليكم السلام. هو تيقول لنا بنتنا طلقات، حنا في نفس المدينه، بنتنا ما يمكنش تطلق بهذه السهوله هذه. الله يجازيكم بخير، بغيناكم تفتحوا تحقيق لنا في هذه النازله هذه. عيطوا على السيد عاود جاب الحكم ديال الطلاق، طلقت ومشات في حالتها. اش بغيتونا ندير لكم؟ سيروا قلبوا على بنتكم. ما دخلش لي من راسهم، خدوا داك الحكم الرقم ديالو، مشاو لعند كاتب الضبط والقاضي اللي حكم، قال لهم هاد البنت حيت الملف يلاه داز، هاد البنت انا عاقل على هاد السيده، راه ماشي هي هادي اللي طلقت. هذيك الساعه مشاو للنيابه العامه، النيابه العامه عطات التعليمات ديالها بتعميق البحث وما يجيبوا السيد، بقاو كيبحثوا معاه. العداله هذا معلم، والله الا فلتي بالله ديالها عزوينه. جابوا السيد، المهم اعترف بكل شيء. السيده اللي انتحلت الصفه ديالها بالبطاقه الوطنيه ديال هذه، مشاو للسيده وعرفوها فين محتجزه وفكوها، وعاد جمعوا هذاك الشيء كامل صيفطوا للحبس. كاع اللي مشارك في هذاك الملف ديال التزوير. الناس كل كتقلب على الصداع وتقلب على المشاكل. شكيتي في شي حاجه، بنتك ولدك شكيتي، سير جري عند البوليس، جري للنيابه العامه. هادشي راه خطير اللي وصلنا ليه. الله غالب.